ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه ونعم الله. مبدئيا كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى هنعمل الكب كيك بطريقه سهله جدا وبسيطه. ببيضه واحده بس وكوبايه دقيق هتعملي 14 قطعه كب كيك. بجد حاجه كده تبارك الرحمن. وهقولك ازاي يطلع معاك اللون بتاعه غامق كده. ايه السر الغمقان بتاع الكب كيك؟ كأنك عاملاه بالشوكليت بالظبط. بجد حاجه كده تحفه. يلا بينا نشوف حضرناه ازاي مع بعض بأبسط طريقة. هنا معايا بيضة زي ما انتوا شايفين كده في الخلاط، ونص كوباية من السكر، ونص كوباية من الزيت، ونص كوباية من اللبن، ومعلقة كبيرة من الكاكاو الخام اللي هو الدارك. هضرب بقى ده كله كويس جدا في الخلاط، وظرف من الفانيليا. بجد ما خدش معايا وقت خالص. حطيه بقى للأولاد في المدرسة كده، بجد هيعجبهم جدا في اللانش بوكس. وبيضة واحدة بس هتعملي 14 قطعة. اهو كده ضربته كويس جدا. معايا بقى كوباية من الدقيق، عليها معلقة كبيرة من الكيك شيف، ورشة من الملح، ومعلقة كبيرة من الخل. انا المفروض كنت حطيت الخل مع البيض بس انا نسيت بصراحة. هقلب بقى الخليط كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي تماما. بجد عجب الولاد جدا. هبدأ اقلب كده. ما بياخدش وقت في الفرن خالص. خد معايا بالظبط ربع ساعة بالظبط كان استوى معايا. اهو كده القوام بتاعه ده مظبوط جدا. بجد الطريقة دي هتعتمديها على طول. اهو زي ما انتوا شايفين كده جبت قوالب السيليكون دي، دهنتها مسحة من الزيت كده، وحطيت الخليط كده في كيس حلواني، وابتديت انزل في القوالب زي ما انتوا شايفين كده. اللي بيخلي بقى اللون الكب كيك كده غامق اللي هو الكاكاو الاسباني، بس اللي هو الدارك ده بيبقى غامق شوية عن التاني. اهو زي ما انتوا شايفين كده بعد ما استوى معايا. خد بالظبط معايا ربع ساعة في الفرن. شايفين الجمال؟ بجد طعمه تحفة وطري جدا مفهوش ولا غلطة. بصوا، مش لازق في قالب السيليكون ولا اي حاجة. بجد حاجة كده تحفة. مش قادرة اقول لكم طعمه قد ايه يجنن. شايفين؟ بيضة واحدة بس زي ما قلت لكم عملنا 14 قطعة كب كيك. بصوا، هشش جدا جدا. شايفين؟ بصوا قلبه من جوه. بجد حاجة كده تحفة. اتمنى بقى تجربوه. يا ريت بقى لو عجبتكم الطريقة، يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.